اسمك سمير ايه؟ سامح سيد عاطف. سامح؟ سامح سيد عاطف حبيبي. عندك كام سنة يا سامح؟ 35. ساكن فين أصلا؟ سيد فين في السيد؟ المارد. قرب شوية كده. في المارد. طب أنت حالتك الاجتماعية ايه؟ مفيش عيشة. متجوز ولا عايز؟ لا عادي. عازب؟ عايش مع أسرتك ولا لا عايش لوحدك؟ مع الواحد. طيب ايه اللي أنت مشكلتك في الحياة يعني دلوقتي حاليا؟ إن أنا أنزل بس الكشك دوت الباترينا من مكان اللي هم مش مجمع المواد. هو ده بس طلبك اللي أنت عايزه؟ طيب وحالتك الصحية ايه وصلت لإيه دلوقتي؟ الحمد لله. أنا هجيب لك الورق اللي أنت عليك. ماشي. ايه اللي أنت بتطلبه من المسؤولين يعني يا سامح؟ اللي أنا بطلبه من المسؤولين إن أنا عايز زي أي مواطن ما هو عايز. تشوفنا في إن أنا عايز زي ما أي مواطن تعبت في الدنيا ورجعت قطعت رجلي تعبت فمش عاوز أرجع بقى وأشتغل تاني. عاوز أعيش زي ما أي حد عاوز أتجوز، عاوز يبقى في أسرة، عاوز يبقى في كده يعني. أنت شايف في استجابة من المسؤولين اللي أنت مفيش رحت لهم؟ حد، لا مفيش حد خالص. ولا مسؤول من اللي ولا أنت رحت مسؤول لهم؟ ولا أي حد ولا حد عمل لي أي حاجة. طب الرد لما رحت لهم كان ايه؟ مفيش إلا مكتب رئيس الوزراء هو اللي اداني الموافقة. بعد ما كانت الموافقة الحي اللي عارض عارض ليه بقى؟ عشان أنا ما معيش فلوس أديها فلوس ليه يعني؟ فلوس ايه؟ فلوس عشان يوقفوني وأشتغل. الحي بياخد فلوس يعني؟ طلبوا مني 3000 جنيه عشان مين اللي طلب منك؟ جميل بتاع الإشغالات. طلبوا مني رئيس يعني؟ الإشغالات. طلبوا مني رشوة يعني ولا؟ هو لا، هو عشان بيطلبهم عشان عارف ان انا مش هعرف اجيبهم. لان انت عشان في ناس دفعوا له فلوس عشان انا ما تحت اعرفش. مسمى ايه؟ اسمه جميل ايه؟ جميل بتاع الاشغالات. جميل الاشغالات. شغال ايه يعني جميل؟ رئيس الاشغالات منه هو ده مهندس يعني؟ مهندس اللي يرئيس المهندسين كلها، اللي يروح شمال يمين يمين. قال لي لو انت حطيت الكشك الباترينا ديت في المكان على مجمع المواردي انا هقوم من على الكرسي ده. الشغل استفزاز بقى بيستفزني بطريقه فوق ما طب وال تتخيل. 3000 جنيه طلبهم منك كده؟ طلبهم ونزل معايا مهندس اللي عمل معايا رسم الكروكي. فاهم؟ البتاع اللي انا اديتها لك ديت بتاعت الاسم بعت معايا موظف عشان اطلع اجيب له الورق من الاسم. في اول الكلام يعني. وطلع معايا البوسطجي التاكسي رايح جاي ورابط البوسطجي وجبت الورق. مش من حقي ان انا اروح مع بوسطجي واصور ورق. ايوه بتاع الحي. ايوه فاهم؟ بعت معايا البوسطجي بتاع الحي وراح قال لي شوف الاستاذ جميل وهو كل وراضيه وهو هيخلص لك موضوعك وبتاع. تراضيه بايه بقى؟ راضيه بالفلوس اللي هو عاوزها. هما نفرين مع بعض عاملين دويتو. يعني البوسطجي دوت يعني الوسيط معاه يعني؟ الوسيط انصار معاه يعني؟ ده كل ده في حي القاهرة؟ حي السيدة زينب؟ زينب حي السيدة زينب. وبعدين وصلت ليه بقى؟ ولا حاجة. رحت ديوان المظالم ورحت المحافظة ورحت نائب المحافظ ورحت ما خليتش مكان ما رحتوش. أنا ما خليتش مكان ما رحتوش. مش عارف. طيب طلبك الأخير ايه بقى للمسؤولين اللي وصلوا؟ طلب ان انا اعيش زي ما اي حد عايش. بس بني ادم انا عاوز اعيش وافتح بيت. انا عاوز اعيش وافتح بيت. كل اللي انا طالبه من ربنا في المسؤولين. نعم بالله. انا طالب من ربنا ان انا اعيش وافتح. واحنا بإذن الله إن شاء الله داخل جريدة النهار بإذن الله هنقف معاك يا سامح بإذن الله في جميع الجهات المسؤولة. ودي رسالة للبني آدمين اللي بيحكموا البلد وما عندهمش ضمير يعني. وإن شاء الله بإذن الله موضوع هو بقى واحد بيطلع مسؤول وعاوز يمشي بنعوذ الله وكمان في قضيه مش بتاعته. حكايه ان احنا كنا قاعدين في الفرح كنت عايز